الباميه مقطوفه تازه وبسكينتك لحد يا غالي بتسمي بالله وبتقمع لي الباميه بهذا الشكل. وبس قمعنا الباميه بهذا الشكل الجميل هلا بنحطهم جوات المصفايه الكبيره، وما بي علينا غير ان نغسل هالباميات بالمي غسله سريعه. وبعد ما غسلناهم بهذا الشكل يا غوالي هلا صار الوقت مشان نحطها على صينيه بهذا الشكل ونتركهم لحتى يصفوا تماما. وبنجيب طنجرتنا العزيزه وبننزل عليها كراديش اللحم الضاني، ولا ممكن الا الله. انه ندعم صحتنا بالدهون الطبيعيه شويه ليه غنم يا غوالي. وبهي المرحله بننزل عليهم المي البارده، وبس طلعت الزفره عنا بنسمي بالله ومنقيمها من على الوش. وبس امنا زفره اللحمه تماما هلا بنضيف عليهم كم ورقه غار يا جماعة الشيف وبنفلفلهم عبد بالفلفل الرحمن من الاسود أكثر الحب. الشيفات اللي وبما أنا انه عم بحبهم نسلق فعلا. اللحمه لازم نضيف عليها الهيل، وبننزل عليهم بصله حمراء مقطعه شاطر ارباع، شاطر وبنضغط طنجرتنا شاطر. العزيزه لمده 45 دقيقه. وعبين ما تستوي عنا اللحمه يا غوالي بنجيب هالبندوره الظريفه بنقلبها بهذا الشكل وبنعطيها علامه الاكس، وبننزل هالبندوره الظريفه على المي السخنه وبنتركهم بالمي السخنه شغله 3 دقائق. وبدي يسحب كل كميه البندوره اللي عنا وبحطها على مصفايه تحت صينيه، والمفروض انه يتقشروا معنا تماما بهذا الشكل يا غوالي. يا ومهم سلام جدا انه عليك. نقيم راس البندورايه بهذا الشكل وبنحط كل كميه البندوره اللي عنا جوات الخلاط. ومهم جدا انه نتاكد انه نخلطوا عنا كثير منيح. وبس استوت عنا اللحمه بنجيب طنجره كبيره وبنحط جواتها معلقه كبيره من السمن الحيواني، وبنسحب كراديش اللحمه المستويه وبنسمي بالله وبننزلها على هالسمنه الحاميه، وبننزل عليهم شغله العشر اسنان توم مقطعين لشرحات وبنقلبهم مع بعض كثير منيح لحتى ياخذوا تشويحه جميله. وبس اخذوا التشويحه اللازمه بنسمي بالله وبننزل عليهم البندوره اللي عصرناها، وبدنا الله. نزيد عليهم شويه صغيره من مرقه شو اللحمه مشان رأيكم يا ناخذ النكهه جماعة؟ الجميله. والله شيء وبنترك بشهي. لحمتنا مع البندوره على نار هاديه عبين ما نجهز عنا الباميه. مشان هيك عندي هون مقلايه غميقه بسمي بالله وبحط عليها معلقه كبيره من السمن الحيواني. وبس حميت عنا السمنه الجميله هلا صار الوقت مشان ننزل الباميه اللي غسلناها، وبنقلب الباميه شغله ال 15 دقيقه لحتى تتقلى عنا. وبس الباميه صارت عنا جاهزه هلا صار وقت مشان نسمي بالله وننزلها على هالمرقه الجميله، وبنعطيهم تحريكه خفيفه مع بعض كثير منيح. واكيد لازم نضيف عليهم قرنين فليفله حده، ومهم جدا انه نفلفلهم بالفلفل الاسود. وصار الوقت مشان نملح مو مشان شيء مشان مشان صحتك يا صحتك يا غالي. غالي. وبنحركهم تحريكه اخيره وبنتركهم على نار هاديه شغله ال 20 دقيقه، وبنجيب الخبز الله على المشروح المنظر يا وبنفرده على جماعة، شيء الصينيه اللي بشهي عنا. القلب. وصار الوقت مشان نفرد الباميه اللي عنا بهذا الشكل. شوفوا لي على هالمنظر، يا سلام يا سلام يا سلام. سلام. وبهيك يا غوالي مثل ما انتم شايفين بنكون عملنا لكم احلى اكله ثريد باميه الله. على طريقه اهل دير الزور. شوفوا على هالمنظر، والله بسم بتشهي الله يا ما جماعة، شاء شو الله. شوفوا رأيكم؟ لي على هالسقسقه والنغنغه، وشوفوا لي على هالدسامه. فعليا هذا هو الثريد يا غوالي، وقت تشوفوه قدامكم بيرسم لكم الابتسامه على وجهكم بدون ما تشعروا. واكبر شطة تحيه ريالتي. لاهل دير الزور على هالاكلات الطيبه والجميله. بس هلا صار الوقت مشان ندوق قربوا لهون وشوفوا لي على هالمنظر. نجي بناخذ من الخبز، شوفوا لي على هالمنظر. نجي عند اللحمه، شوفوا اللحمه الله. قديش دايبه ذوبان، وبدنا نحط شوي من هالباميه جواتها يا عيني. ونمسك الخبزه هيك